بصوا بقى يا حلوين، النهارده هنعمل الجلاش التركي بطريقه حلوه قوي قوي. ولا هترصي في الصينيه ورقه ورقه ولا هتدهني ورقه ورقه. الطريقه دي بطريقه حلوه قوي قوي. مش عايزه اقول لك الاتراك واقفين عليهم طابور حاجه كده. جميله جدا جدا. كده الصينيه بتاعتي خرجت من الفرن يا جمال، وهبتدي اسقيها بقى بالحليب حاجه كده زي العسل. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه كده خطيره خطيره وبالف هنا وشفا. قطعنا حته زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده بصراحه جميله. شايفين الجمال؟ وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ النهارده هنعمل الجلاش التركي يا جماعه، حاجه كده زي العسل. تمام، زي ما حضراتكم شايفين انا قسمت لفه الجلاش بتاعتي لنصين. تمام كده، خلاص كده تمام. ادي لفه الجلاش قسمتها لنصين، اخدت بالتساوي طبعا. اخدت النص التاني ده هغطيه عشان ما ينشفش مني، والنص دوت هسيبه معايا اهو. تمام، هجيب الصينيه بتاعتنا، هحط فيها ايه معلقه من السمنه كده، وهبتدي ان انا ايه ادهن الصينيه كده بمعلقه السمنه. تمام اهو بالشكل ده كده. خلاص دهنت الصينيه بالسمنه. هجيب بقى لفه الجلاش او النص اللي احنا متفقين عليه، هبتدي ان انا ايه احطه كده في الصينيه واظبط بيه الصينيه بالشكل ده. بسم الله. خلاص كده حطيت الرصه بتاعتنا اهي، ومن غير سمنه ولا دهناه ورقه ورقه ولا اي حاجه. عندي بقى اي حشوه انت حباها، ده جوز هند على سوداني على حبه لوز كده، طحنتهم في الكبه. تمام، اللوز مع السوداني كده، وهنقلبهم وهنحشي زي ما انت عايزه. يعني الحشوه دي بتاعتك انت، حابه تحطي اي حشوه، ما انتش حابه تحطي حشوه خالص برضو ما فيش مشكله. تمام تمام وزي الفل. بصي بقى كده، هبتدي انزل بقى بالحشوه بتاعتي دي. طبعا مش هحط سكر عشان السكر ما يسحش معايا في الفرن ويبهدل لي الدنيا. انا هقول لك السكر هنحطه ازاي دلوقتي. تمام، هبتدي انزل كده بالحشوه بتاعتي وافردها في كل ايه ورقه الجلاش زي ما انتم شايفين كده كده. تمام اهو. وهبتدي ان انا ايه اجيب بقى الطبقه التانية بتاعت الجلاش كده. خلاص فردنا الجلاش كده وحطينا المكسرات في قلبها كده زي الفل اهو. هبتدي اجيب بقى الطبقه التانية بسم الله وابتدي انزل بيها اهي. ادي الطبقه التانية اهي، هبتدي احطها كده اهو بالتساوي اهو. اظبط بس الدنيا كده. لو فيه الجلاش الحته يعني كبيره شويه ممكن نتنيها لجوه كده حتى ونظبط الدنيا اهو بالشكل ده. شايفه اهو ظبطنا الدنيا. هجيب السكينه بتاعتي بقى واقطع. هبتدي بقى اقطعها اهو، ونخلي بالنا ان السكينه تنزل لتحت خالص. نقطعها كويس جدا كده بسم الله اهو بالشكل ده اهو بالتساوي كده. عندي بقى ايه نص كوبايه من السمنه انا مسيحاها، هكملها بقى النص التاني بالزيت. تمام اهو، يعني كوبايه كوبايه الا ربع بالشكل ده. تمام اهو. وهبتدي ان انا ايه اسقي بقى الجلاش بتاعي ده. الفرن طبعا انا ولعته بسم الله. هبتدي ان انا اسقي كده كده. تمام، وعشان اضمن بقى ان الجلاش كله نزل له سمنه وزيت هبتدي اعمل كده. تمام اهو بالشكل ده. شايفه؟ طبعا انا ولعت الفرن اهو. لازم تضمني ان السمنه والزيت نزلوا لتحت خالص لقاع الصينيه. تمام اهو، لازم نميل كده عشان ايه نضمن ان الزيت نزل لتحت خالص والسمنه. طيب انا ولعت الفرن. تمام
ولعت من تحت، هحطها على الصاجة اللي فوق زي ما انتم شايفين كده. خلاص شربت بالسمنه والزيت، وزي ما قلنا هنولع من تحت ونحطها على الصاجه اللي من تحت على طول. نحس ان هي خلاص خدت اللون الحلو من تحت، هنولع الشوايه من فوق تاخد ايه وش حلو كده وجميل، وبعدين نطلعها ونشوف بقى هنعمل ايه تاني مع بعض. ماشي. هنا كده الصينيه بتاعتي خلاص كده طلعتها من الفرن، وده كده شكلها. هنعمل بقى الشربات مع بعض. تمام. هي كده اللون بتاعها حلو قوي وجميل. الشربات بتاعها اللي هنعمله لها بقى عباره عن ايه؟ معايا كوبايتين 2 من اللبن. تمام. حطيت عليهم رشه من الفانيليا وكوبايه من السكر. تمام. يبقى كوبايتين من الحليب، كوبايتين ونص من الحليب، عليهم كوبايه من السكر البودر، وعليهم رشه من ايه؟ من الفانيليا. تمام. وهبتدي اقلب بقى كده السكر مع الفانيليا مع الحليب بالشكل ده، وهبتدي انزل بقى بالشربات الجميل اللي احنا عاملينه دوت كده على الصينيه وهي سخنه. بسم الله. اهو بالشكل ده هبتدي ان انا ايه اسقيها اهو. شايفين؟ واحده واحده كده، وابتدي ان انا اسقيها.